السلام عليكم. ما زلنا جوه دماغ نجيب محفوظ بندور على حقيقة اللي حصل أيام إخناتون. في السحلة اللي فاتت سيبنا ميري مون بطل الرواية بتاعته العائش في الحقيقة قاعد بيتغدى مع الحكيم آي، وهم دلوقتي الحمد لله خلصوا غدا وغسلوا إيديهم وغسلوا أسنانهم وطلعوا الفرندا يشربوا الشاي ويكملوا الكلام، وأنا جنة عادل وهي السحلة. ياخد الحكيم آي شفطه من الشاي كده ويقول لميري مون: عارف يا ميري مون يا ابني، البت نفرتيتي بنتي دي كانت حوار من وهي صغيره، امها ماتت وبعد كده لما اتجوزت تي وخلفت منها موت نجمت. الفرق بين البنتين كان واضح قوي، بالرغم ان هما اتربوا نفس التربيه وتعلموا نفس التعليم. تي بصراحه الله يبارك لها كانت مربيه فاضله، نفرتيتي كانت مهتمه بدراسات الدين واللاهوت وتقعد تسال كتير وتفكر كتير. كانت بتفكرني بقى من حطب الرابع، والاتنين كانوا من سن بعض تقريبا. ولما ابتديت اتكلم في البيت عن اللي بيحصل في القصر استفردت بيا في يوم كده وقالت لي: بابا انا مصدقه اللي بيقولوا امن حطب، انا قرايتي في الدين كانت محسساني بحيره ولخبطه، بس الكلام اللي بيقوله طمني. طبعا اختها ومرات ابوها لما سمعوا الكلام ده اتهموها بالجنون والضلال، وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. بقى عندي 2 متمردين، واحد في الشغل وواحده في البيت. وطبعا لما جه الجاز جنب الكبريت قامت الحريقه. كانت حفله كبيره في القصر، كنا بنحتفل بمرور 30 سنه على تتويج امن حطب الثالث ابو اخناتون. الملك عزمني انا والمدام والعيال، وفي الحفله دي كانت اول مره نفرتيتي واخناتون يشوفوا بعض. قامت رقصت مع البنات زي الاصول، بس انا كنت واخد بالي ان وهي بترقص ما نزلتش عينها من عليه، وان هو كمان ما نزلش عينه من عليها. وفي ظرف ايام لقيت الملكه تي طلبت ايد نفرتيتي لاخناتون، ولقيت نفسي مره واحده مناسب الملك وحامى ولي العهد. وطبعا كاهن امون استدعاني تاني، كان بيلمح ان انا بهاود اخناتون، وفضلت اتدحلب لحد ما جوزته بنت، وطلب يقابل نفرتيتي فرتبت لقاء بينهم ووصيتها: خلي كلامك حلو، ولا تفتشيله على سر، ولا توعديه بحاجه، وانا عارف بنتي كده كده مش محتاجه توصيه. ولما رجعت حكيت لي ان انطباعها ان الكاهن شخص مش سالك، وانه بيدافع عن مصالحه الشخصيه ومنصبه ككبير كهنه امون باسم الدوله والتقاليد والدين، وانه مش هيتردد في انه يولع الدنيا علشان يحمي مصالحه. بعدها طلع اخناتون مع نفرتيتي في الرحله اللي زاروا فيها اقاليم مصر دي. في الوقت ده ابوه امن حطب الثالث كان في الهاني مون بتاعه مع تادو خيبه بنت توشراتا ملك ميتاني، بنت من دور احفاده تقريبا. بس زي ما قلت لك امن حطب كان بيحب يدلع نفسه. الرحله اللي طلعها اخناتون دي عملت قلق كبير قوي. من ناحيه الشعب حبه جدا لانه ما كانش بيتصرف زي الملوك، كان بينزل يقابل الناس في الميادين والشوارع بنفسه ويقف يتكلم معاهم بمنتهى البشاشه والتواضع. ما كانش عندنا شعوب قبل كده تشوف الملوك بتاعتها الا في صور المعابد على الجدران. الازمه يمكن كانت في المقابلات بتاعت كهنه الاقاليم، طقش فيهم جامد وكان بيسفه من الطقوس بتاعتهم، خصوصا الطقوس بتاعت القرابين البشريه، وقالها لهم كده: وش اللي انتوا بتعبدوهم دول مش آلهة، ومفيش غير إله واحد. والكهنة طبعا سمعوا الكلمتين دول ولعوا. لما رجع عاتبته، قلت له: يا ابني اللي بتعمله ده هيقلع الامبراطوريه من جذورها. قال لي: لو بس الايمان يدخل قلبك هتفهم انا بعمل كده ليه وهتساعدني. بعد ما الملك مات واخناتون اتوج فرعون جديد، عين حور محب قائد للحرس، وعين ماي قائد للجيوش، وعيني مستشار ليه. والحقيقه يا ابني ان اول ايام حكمه كانت ايام كويسه فعلا، خفف الضرايب من على الناس وخفف العقوبات والشعب فرح بيه وحبه. ولما عاتبته على سياسه الحب ومنع العقاب دي وقلت له ان الناس محتاجه العقاب عشان تتصرف كويس، قال لي: العقاب ما بيصلحش حاجه، الحب هو اللي بيصلح كل حاجه. ولانه ملك وزي ما الاصول بتقول ورث الحريم بتاع ابوه، والتاني مره يضرب بالتقاليد عرض الحائط، قعدهم كل واحده في قصرها معززه مكرمه، بس ما لمسش ولا واحده فيهم. وبعدين ابتدى التوتر اللي بينه وبين كهنه امون يزيد، وابتدت الناس تتقسم، ناس مصدقه في الدين الجديد بتاعه وناس كفرانه بيه، وناس عامله نفسها مؤمنه عشان المصلحه. محدش عارف يا ابني، القلوب علمها عند علام الغيوب. انا نفسي امنت بالاله بتاعه، قلت وماله نضمه للآلهة بتاعتنا، لكني بصراحة كنت مع حرية العقيدة. بعدها رحنا على أخيتاتون، كانت مدينة مفيش في جمالها، وشوفنا هناك أيام في منتهى السعادة. بس هناك زي ما يكون في تحول كده حصل في شخصيته. مرة واحدة أعلن الحرب، قفل معابد أمون ومعابد كل الآلهة، وقعد الكهنة في البيت ومسح أسامي كل الآلهة القديمة من على المعابد والمباني. بعدها طلع هو ونفرتيتي في جولة تانية يزوروا أقاليم مصر، وهدفه المرة دي كان واضح، كان نازل يدعو الشعب بنفسه للإيمان بالإله بتاعه. وبرضه الناس حبته. الناس يا ابني ما حبتش حد قد ما حبت اخناتون ونفرتيتي. وبعدها جاله الاختبار الصعب لما ماتت بنته الأقرب لقلبه ميكيتاتون. دي كانت أول مرة أشوفه مهزوز في إيمانه، بقيت أشوفه قاعد يسأل: ليه يا إلهي؟ ليه ما انقذتهاش؟ فكرني باللي حصل له ايام ما تحتمس اخوه مات، وتخيلت انه ممكن يكفر والازمه دي تخلص.
لكن ما كفرش. بس في وقت الحداد بتاعه البلد كانت بتتدهور فعلا. جات لي اخبار الفساد في الاسواق وفي المصالح الحكوميه، والناس افتقرت، والحدود بتاعتنا ابتدت تضيع مننا. الملك تشرطة ابو تدوخيبة مرات ابوه بعت له جوابات علشان يبعت له امدادات عسكريه تساعده، بس اخناتون رفض، والملك مات علشان ما بعتنالوش الامدادات دي. انا مستحيل اشارك في اي حاجه فيها عنف، الحب بس هو اللي يصلح كل اللي الكراهيه والحروب بوظوه. الملكه تيب نفسها جت تزوره في اخيتاتون يمكن يغير رايه. لما شفتها معرفتهاش، شكلها اتغير، كان باين عليها السن، وصحتها كانت تعبانه من المشاكل والضغوط. قالت لي انها قابلت بقيه رجالته علشان تجس نبضهم وتشوف موقفهم منه، وحلفتني ان لما تيجي اللحظه واضطر اختار بين الوطن واخناتون ما تخلاش عنه، افضل جنبه لحد النهايه. كنت عارف ان الكهنه بيتامروا عليه وعايزين يقتلوه، وكان قلبي بيقول لي ان احنا داخلين على سواد اكبر من كل اللي عدى قبل كده. بعدها راحت هي قابلته بنفسها وحاولت تقنعه انه يفتح المعابد تاني ويرجع الكهنه ويعبد اللي هو عايزه، بس يبعد الدين عن الدوله. ولما رفض رجعت طيبه وماتت هناك بحسرتها عليه وعلى البلد. بعدها كانت الدنيا خلاص بتفرول مننا خالص بقى. كهنة أمون طبعا ما كانوش ساكتين، عمالين يقلبوا الناس عليه وبيحاولوا بكل طاقتهم يقسموا البلد لنصين، طيبة وأخيتاتون. لما جه بعدها كاهن أمون ودخل أخيتاتون مستخبي في لبس التجار زي اللصوص، وحاول يرسم علينا الدور انه مالي ايده من الجيوش وانه ممكن يقوم الحرب الاهليه في اي لحظه، عرفت انه مش مالي مركزه قوي زي ما كان بيحاول يرسم. بس عرفت برضو انه فعلا ما كانش لوحده، وانه حتى لو مش متاكد من نتيجه الحرب الاهليه دي وانه هينتصر فيها، ما عندوش مانع انه يقومها. صعبت عليا البلد. بعدها القاده والمستشارين راحوا له، كنت معاهم اليوم ده، وكانت اول مره اشوف حور محب وهو جايب اخره بالمنظر ده. خير اخناتون بوضوح بين انه يتنازل عن العرش ويحتفظ بدينه، او يتنازل عن دينه ويحتفظ بالعرش، واخناتون رفض الحلين. وبعدها بايام لقيت نفرتيتي سابت له البيت وراحت قعدت في قصر لوحدها في اخيتاتون. استغربت موقفها، كانت بتحبه ومعاه من اول ما ابتدى ومؤمنه بكل اللي هو بيقوله. ما بقتش فاهم ليه سابته في اللحظه دي تحديدا، ولما سالتها ما قالتليش اي حاجه غير انها مش هتسيب القصر ده لحد ما تموت. لما عين سمنخ رع اخوه الشريك ليه في الحكم والكهنه تجاهلوا القرار بتاعه ده وبايعوا توت عنخ امون ملك جديد، عرفت ان خلاص وصلنا لمرحله ما فيهاش رجوع. حور محب راح وقالها له بوضوح: احنا بنستاذنك ان احنا نرجع طيب، البلد اوريدي دايره من هناك وفي فرعون هناك تاني. واخناتون سابه ياخد الكل ويمشوا. لحد اخر لحظه كان عمال يقول اكيد الهي مش هيخذلني وهينصرني عليهم. بعد ما الكل مشيوا اخناتون تعب شديد وقضى ايامه الاخيره وحيد، مفيش حد معاه غير شويه من العبيد والحرس. لحد اخر لحظه كان مستني الهه ينصفه. انا عارف يا ميريمون يا ابني ان النهارده مفيش حد بيجيب سيرته الا بالسب واللعن، بس هو ما كانش وحش قوي كده، كان حالم وطيب. ايوه البلد شافت ايام صعبه في عهده، بس كل اللي شفناه ده معرفش يخليني ابطل احبه. كان كويس، كان وحش، كان مجنون، كان نبي. دي حاجه يحكم فيها بقى اوزوريس في مملكه الاموات ونعرفها يوم الحساب. وخرج ميريمون من عند الحكيم علشان يكمل في رحلته للبحث عن الحقيقة، ودماغه بتلف. يا ترى الحكيم آمن فعلا ولا لا؟ يا ترى الحقيقة هي اللي قاله ولا اللي كاهن أمون قاله، ولا يمكن تكون اللي هيقوله حور محب في السحلة الجاية؟ انتوا رأيكم ايه؟ قولولي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.